صباح الفل على كل متابعين قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا أحلى وأطعم برجر صيامي وبألف هنا. بأمانة ربنا برجر صيامي بطريقة جديدة والطعم حلو جدا جدا. يعني بأمانة ربنا أول مرة إن أنا أعمله وأول مرة إن يطلع بالطعامة دي. أنا عملت قبل كده برجر صيامي كتير بس بالطعم ده وبالجمال ده لا، بأمانة ربنا خطير في الجمال، حلو جدا جدا. بصي بأمانة ربنا خطير خطير، حلو جدا جدا اهو. بصي برجر صيامي حلو جدا مغذي وطعمه خيال، طعمه حلو جدا جدا. هنعمله ازاي؟ يلا بينا. بالشكل ده حبايبي بعد ما دهنا دهنة الزيت على البرجر بالشكل ده، وطبعا احنا فاصلين كل واحدة عن التانية بورق الزبدة بالشكل دوت. ودلوقتي بقى هنحطه في الفريزر، او لو احنا عايزين نستخدمه من غير ما نحطه في الفريزر نحطه في الرفوف اقل حاجة حوالي ساعتين قبل الاستخدام، قبل ان احنا ما نشويه. وهتاكلي بأمانة ربنا احلى واطعم برجر صيامي صحي، احلى من الفطار 100 مرة. ودلوقتي حبايبي اول حاجه عندي فول الصويا، ده طعمه جميل جدا جدا، وعندي العدس الاصفر وطبعا قيمه غذائيه عاليه. فدلوقتي هنلين نص كوبايه العدس الاصفر في الميه كده، ونص كوبايه الفول الصويا هنلينها برضو في الميه كده، هنقلبها وهنسيبهم حوالي نص ساعة. دلوقتي يا حبايبي أنا بعد نص ساعة نشلت الفول الصويا بقى بالشكل ده، لكن العدس سبته أكتر من نص ساعة، سبته حوالي ساعتين علشان بياخد وقت في لغاية ما يلين شوية. وبرده صفيته. ودلوقتي بقى هنحط نص كوباية العدس في الماشين بتاعتنا بالشكل ده مع نص كوباية الفول الصويا. دلوقتي عندي قطعة ثوم مهروس حطيتها، وعندي 4 وحدات مشروم كانوا فروزن اهمت، مع بطاطستين مسلوقين اهم برضو هضيفهم كده، مع بصلايه هقطعها دلوقتي. حبايبي عندي بنجر انا حاطاه برضو في الفريزر مش مسلوق ولا حاجه، هاخد منه قطعتين 3 برضو هضيفهم عليها بالشكل ده. طبعا البنجر قيمة غذائية عالية وهيدينا اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده عندي كزبرة كانت فروزن، كزبرة وبقدونس ونعناع وفلفل اخضر وفلفل الوان وشبت، هحط الحاجات ديت كلها برضو بالشكل ده حبايبي، وهشغل الماشين على كل حاجة بالشكل ده حبايبي. دلوقتي بقى هنشغل الماشين بتاعتنا. دلوقتي حبايبي زودت تكملة البنجراية الكبيرة ببقية الفلفل وهطحنهم حلو بالشكل ده حبايبي. الحاجات طبعا لسه ما اتطحنتش حلو، فاحنا دلوقتي في نص الطحن بتاعها. دلوقتي هنجيب رشة فلفل رشة فلفل اسمر، رشة ملح، رشة ماجي، رشة كمون، كزبرة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كاري، هنحط حبة كاري كده حلوين، وكمان عندي جوز الطيب. وهنحط البهارات دي كلها بالشكل ده اهو عليها، وهنطحنها بقى حلو. واهو جوز الطيب، اهي جوز الطيب ده حبايبي حطينا البهارات كلها. وكمان دلوقتي عندي السيزونج ده جميل جدا، هناخد منه كمان رشه اهو. ودلوقتي بقى هنشغل الماشين بتاعتنا بعد ما حطينا البهارات، هنطحنها بقى طحنه حلوه قوي قوي بالبهارات بالشكل ده حبايبي. المحتويات اتطحنت حلو جدا جدا، بس العدس انا لينته خليط غاب شويه علشان مش متلين كتير. لا العدس لينيه نص كوبايه العدس لينيها 4-5 ساعات كده، هيتطحن كله على بعضه بالشكل ده. وهندوقها ان هي مش محتاجه ملح مش محتاجه اي شيء الخليط بتاعنا. وبعد كده دلوقتي عندي دقيق الرز اهو، هناخد منه كوبايه كبيره بكوبايه الميه، هنفضيها كده وهندمجها مع الخليط بالشكل ده حبايبي. حطيت كوبايه دقيق الرز اهو على الخلطه بتاعتنا لغايه ما اختفى خالص اهو بالشكل ده.
ودلوقتي بقى هنشكل البرجر بتاعنا. والتشكيل البرجر يا حبايبي، الخلطه بتاعتنا بقت بالشكل ده اهي، يعني تقدري تشكليها. ودلوقتي بقى عندي اي غطا بتاع اي برطمان عندك، وجبنا زيت بالفرشه، وعندنا كمان قطعه من البلاستيك، وهنحط قطعه البلاستيك هنحطها كده في غطا البرطمان، وهندهنه دهن الزيت بالشكل ده يا حبايبي. حطينا القطعه اهي، وهنضغطها كده بالشكل ده كده اهو. ودلوقتي بقى عندي ورق الزبده هنفضي عليه بالشكل ده الوحدات بتاعتنا. وحدة البرجر اهي، هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي شكلنا البرجر بتاعنا كله اهو. الكمية طلعت ال 12 برجرات دول اهم بالحجم ده. ودلوقتي بقى الزيت هنعمل كده بالفرشة على كل واحدة اهو، هنعملهم كلهم بالشكل ده حبايبي. بعد ما دهنا دهنة الزيت على البرجر بالشكل ده، وطبعا احنا فاصلين كل واحدة عن التانية بورق الزبدة بالشكل دوت. ودلوقتي بقى هنحطه في الفريزر في علب او في اي حاجة، يعني صينية او اي شيء. او لو احنا عايزين نستخدمه من غير ما نحطه في الفريزر، نحطه في الرفوف اقل حاجة حوالي ساعتين قبل الاستخدام، قبل ان احنا ما نشويه. وهتاكلي بأمانة ربنا أحلى وأطعم برجر صيامي صحي، أحلى من الفطاري 100 مرة. ودلوقتي بقى هنحطه في أكياس في الفريزر لوقت الاستخدام بالشكل ده حبايبي. أنا رشيت رشة البقسماط أهي عليها، وهحطها دلوقتي في الطاسة بالشكل ده. أعمل الكمية اللي أنا عايزاها بالشكل ده. انا حطيت رشه البقسماط عشان عايزاها تبقى مقرمشه كده من بره. ودلوقتي يا حبايبي وانا بقلي البرجر انا عايزاه يبقى مقرمش من بره، فجبت البقسماط ده وبرش كده عليها من كل جنب، برش رشه كده خفيفه اهو، هيديها طعم احلى وهيديها قرمشه كمان اهو بالشكل ده. وهقلبها على الناحيه التانيه، وهرش برضو رشه كده، رشه بقسماط خفيفه خالص. خطيره، حاجه حلوه جدا جدا. وكمان اهو حاجة خطيرة في الجمال. وبصي بقى اهو، بصي من جوه، شايفة بأمانة ربنا طعمه حلو جدا، وبالخص كده حاجة خطيرة في الجمال. وبألف هنا، باي باي.